مطلبي إطارنا التاريخي الجمعية الوطنية. تحية نهائية مستثمر من داخل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب. تحية أولا للرفاق المناضلين في فورات التنسيق الإقليمي للدريواش. باسمكم جميعا كنحيوا المواطنين وكل الشرفاء ديال الإقليم اللي كيتابعوا الاحتجاجات ديالنا وكيساندونا سواء ماديا أو معنويا. كنحيوا كذلك الشهداء ديال الشعب المغربي وخصوصا شهيدا القضيه ديال البطاله، شهيدا الجمعيه مصطفى الحمزاوي ونجية هدايا. الشكل ديال اليوم يعني كيدخل في اطار البرنامج النضالي اللي سطرته فورات التنسيق الاقليمي الدريواش. يعني منذ اسبوعين نفذنا منه مجموعه من الاشكال النضاليه. كنفذوا اليوم الشكل ديالنا اللي كان من المقرر انه يكون عباره عن اعتصام وسط الطريق الرئيسيه في الدريوش متواش، يعني مسيره تجاه العمله والمقر ديال العمله، الا اننا ارتأينا التراجع خطوه الى الوراء ونفذنا الاعتصام ديالنا خارج الطريق الرئيسيه امام ديال الدائره ديال الدريوش، وذلك يعني في إشارة إلى مجموعة من الرسائل بغاو يوجهوها للمعطلين المسؤولين هنا على المستوى الإقليمي. أولا كنعبروا من خلال تغيير مكان الشكل النضالي على أننا يعني مستعدين للتعامل بشكل جدي مع أي يعني مقترح مسؤول من طرف الجهات المعنية بملف التشغيل. وهذا المقترح كي كنفهموه هنا دائما هي تلك المقترحات التي قدمناها السلطات يعني الاقليميه وكذلك المجلس الاقليمي. الرساله الثانيه اللي كيعبر عليها تغيير يعني مكان تنفيذ الشكل النضالي من وسط الطريق الرئيسيه الى يعني المحاذاه مع الطريق الرئيسيه، هو اننا كمعطلين ماشي فوضويين ماشي اعتدائيين يعني كنتعداو على شي حد، بل نحن اصحاب حق واصحاب مطالب مشروعه واية ممدوده لنا سوف نمد لها عشرات الايادي. مانا فضاوي ومانا ارهابي ومانا فضاوي، انا معطل جيش القمعي مسلط عليا، انا معطل وجيش القمعي مسلط عليا. كما قلت يعني اي اية ممدودة من طرف المسؤولين سوف نمد عشرات الايات نحوه، ولكن المسألة المرفوضة بالنسبة لنا كمعطلين هو انه يتم شر يعني المعطلين في حوارات مغشوشة وكذلك نحو متاهات لا نهاية لها، بل اكثر من ذلك عدم الاعتراف بالجمعية الوطنية كممثل شرعي ووحيد للمعطلين سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الوطني. لذلك فالشكل ديالنا اليوم كما قلت في البدايه كان في اطار استمرار البرنامج ديالنا الاحتجاجي، على اعتبار انه بالرغم يعني من المحاولات اليائسه التي يعني افدتها السكرتاريه الاقليميه ديال المعطلين من اجل مد يد يعني المسؤولين على المستوى الاقليمي، ولكن كل ذلك باء بالفشل الى حدود الان، وماشي احنا اللي كنتحملوا المسؤوليه هذا الفشل بل كيتحملوه المسؤولين على المستوى الاقليمي. بالمناسبه كنقولوا على ان الاحتجاجات ديالنا يعني حاليا بطبيعه الحال بالاضافه الى انها موجهه للعمله ديال الاقليم فهي موجهه اساسا للرئيس ديال المجلس الاقليمي. الرئيس ديال المجلس الاقليمي اللي ما بغاش يتعامل مع المطالب ديالنا ومع الملتمسات الحوار اللي قدموها المعطلين يعني لهذا المسؤول هذا لاحتلال منهج المقاربه ديال التماطل وديال اللامبالاه تجاه المطالب ديالنا. ومن هذا المنطلق نقول
على ان الاحتجاجات ديالنا بدءا من الانتهاء من هذا البرنامج النضالي المسطر سلفا سوف تكون لنا طريقه اخرى للتعاطي والتعامل مع الرئيس ديال المجلس الاقليمي على اعتبار انه اذا كان كيقول بانه كيمثل المواطنين فمن الفروض عليه انه يتصنت في المطالب ديالنا ماشي يعوم ضد التيار يعني الذي يعني تحدثوا عنه الدوله حاليا من قبيل الانصات لمشاكل المواطنين، من قبيل تقريب الاداره من المواطن، من قبيل الحكامه الجيده، من قبيل اختصاصات